البيتزا زي المحلات. عايزه البيتزا بتاعتك تبقى حلوه. الخميره خلي الخميره شويه صغيرين، بس هتربيها من بالليل او تربيها من بالليل زي ما كنا بنعمل زمان. بنربي الخميره من بالليل في ميه ودقيق، وزي ما حضرتك هتشوفوا دلوقتي. البيتزا عايزه فرن متوسط، ما يبقاش بارد قوي ولا يبقى حامي، علشان خاطر ما تبقاش مستويه من بره ومن جوه. والحاجات اللي انت حطها فيها تكون طريه، اللحمه او الفراخ. هربي الخميره، هحط حته خميره صغيره ومعلقتين سكر وكوبايه دقيق وكوبايه ميه، وهغطيهم وهسيبهم في المطبخ، مش هحطهم في التلاجة. معايا اللحمه اللي هحطها في قلب البيتزا. لحمه مفرومه اي كميه عندك، وبصل مقطع صغير، وفلفل الوان اخضر اصفر احمر، وهقلبهم على بعض، هيجيلهم في بعض كده لما يدخلوا في بعض. معايا فلفل اسود وملح وزيت، وكيس خلطة حواوشي. خلطة الحواوشي بتديها طعم تاني وريحة تانية للحمة. انت ممكن تعصجي اللحمة زي عصاج المكرونة البشاميل او الجلاش، بيبقى طعمها حلو وما بينزلش منها مية على العجينة، فبتستوي العجينة وبتبقى اللحمة مستوية، ما بتاخدش تسوية كتير. حطيت الملح والفلفل الاسود وكل المكونات اللي قلنا عليها وشويه الزيت، وهسيبهم شويه ياخدوا من طعم بعض ساعه ساعتين. ممكن تعملوهم من بالليل زي ما انت هتربي الخميره كده، وتسيبيهم لتاني يوم في التلاجة، بيبقى طعمه حلو وخدت من طعم بعضها ونكهه بعضها. وحطيت كيس خلطة الحواوشي وكل دول، وسبتها شوية، وقطعت طماطمية بس ما فيهاش مية، شلت القلب بتاعها وسبتها، قطعتها زي السلطة كده وحطيتها معاه. مسحت ايديا ومسحت الصينية اللي هكور عليها اللحمة، وكورتها قطع كده على قد البيتزا اللي هتعمليها. ممكن تعمليه في عيش، في قلب العيش بعيش باللحمة، بيبقى طعمه جميل. الخميرة اللي ربيتها نزلتها على الدقيق الكمية اللي انت عايزاها، احنا ما حددش كمية. عندك لبن، حط لبن بودرة، لبن حليب، لبن بودر، لبن رايب، اللي عندك حطيه. بيديها قيمة غذائية عالية، وبنت بتعملي حاجة في البيت، بتعمليها حاجة نظيفة لولادك، الموجود عندك حطي فيها، مش هيخسر. كل ما تحطي فيها اللبن او حاجه بيخلي طعمها حلو. شويه زيت هلمها بس بيها، اهم حاجه مرحله العجين دي تعجني حلو، علشان خاطر تبقى البيتزا تطلع حلوه زي بتاعه المحلات. وهغطيها واسيبها تخمر براحتها زي ما حضراتكم شايفين. التخمير التخمير حلو، العجينه حلوه، العجينه ملمسها ناعم، بشويه زيت كده، وهمسحها واسيبها بس ترتاح ربع ساعه. ارتاحت ربع ساعة لما جهزت الحاجة اللي انا احطها فيها. لو هتحمري بطاطس، لو هتعملي اي حاجة تعمليها فيها، لانشون تقطعيه، الحاجات دي كلها جهزي حاجتك قبل ما تبداي تشتغلي. معايا اللي انا بحطها تحت دي، الصلصة اللي بحطها دي صلصة البيتزا، بصل وتوم وطماطم، وسويتهم وبعد كده ضربتهم في الخلاط وسويتهم تاني مع شوية زيت وشوية ملح وشوية فلفل اسود. وحطيتي بقى بطاطس، حطيتي لانشون اي حاجة، ومعايا الخضار طماطم وفلفل، زيتون اسمر اخضر، جبنه موزاريلا فوق الوش كده، واللحمه فردتها عليها وحطيتها. كان طعمها لذيذ وريحتها جميله. البيتزا اول ما تخرج من الفرن يكون معاكي بخاخ، ترشي بس على الصينيه وهي سخنه كده بين البيتزا وبعضها، ترشي بس على الصينيه، وبعد كده غطي بغطا علشان خاطر تنها طري، يعني عشان تفضل طريه البيتزا وتفضل حلوه، ما تبقاش ناشفه وما تبقاش مجلده منك. البيتزا كانت ريحتها جميلة، احسن من اللي بتجيبيها من محلات، وبيبقى طعمها حلو. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.